كلاميه اللي حصلت. انا ما بحبش كلمه تراشق دي يا محمد. مشاده كلاميه تحب تسميها ايه؟ ولا مشاده. اللي حصل قله ادب. بنتكلم في قانون بناء الكنائس. انا خلصت كلمتي، نواب افاضل ونائبات فاضلات كلموا خلصوا كلمتهم. فوجئت بالاخ دون طالع بيقول كلمه لفظ بذيء عني من غير مناسبه. يبقى ده تراشق؟ فجاه كده طلع من نفسه ويقول ده؟ يا فندم ده موجود يا فندم. طب هل المسألة ليها بعد شخصي يا فندم؟ لا ولا شخصي ولا. بصي انا مقدم مذكرة لرئيس المجلس ضد الخمسة. لو ما خدتش حقي بالقانون وباللائحة وبالأعضاء المحترمين والأعضاء المحترمات أقدر آخد حقي بدراعي. كلامي واضح. أنا منتظر رئيس المجلس يعمل. لكن كلمة تراشق وكلمة مشادة ده معناه إن طرفين كانوا بيتخانقوا مع بعض. لكن انت اكتفيت بعدم الرد عليه لانه لثالث مرة ليه ما انا عايز اعرف هو بيتصرف معاك كده ليه؟ ليه بقى دي نفايات 25 يناير بقى. ليه دي قصة تانية خالص يعني. ده انا كلامي واضح. انا هاخد حقي بالقانون بالمجلس بالنواب زملاء والنائبات زملاء الافاضل اللي رفضوا هذا اللفظ البذيء اللي اتقال من غير مناسبه. لكن التراشق ده لما هو يقول حاجه هل هي مثلا سياده المستشار كانت محاوله لاستفزازك؟ هل محاوله لجرك لمعركه معينه؟ عشان اضرب حد فيهم. هم هيموتوا اضرب حد وده مش هيحصل. احنا في مجلس نواب محترم. انا بطلع من المجلس يعني بقدر استقالتي واطلع من المجلس اقدر اعلق اي بني ادم برجليه. انما انا بحترم هذا المجلس المحترم ويكفيني ان كل الاعضاء والعضوات المحترمين يعني مش عايز اقول يستووا قرفوا من حصل. انما انا حزين من اللي بيكتب تراشق ومشاده، لان التراشق معناه اتنين مع بعض. طبعا. طيب هو بيقول